السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. صاحبة المشكلة بتقول: لقيت شريط حمل أو شريط اختبار حمل في دولاب أمي وأبويا متوفي بقاله سنين، ولما عرفت الشريط الحمل ده بتاع إيه كانت الكارثة الكبيرة. فضلا وليس أمرا، قبل سماع مشكلتي دعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اختيار الكل عشان يصلكم مننا كل إشعار فيديو جديد. صاحبة المشكلة بتقول: أنا اسمي دعاء، عمري دلوقتي 27 سنة. أنا اعتبر إن أنا يتيمة أب، أمي مخلفتش غيري أنا وأخويا. المشكلة بتبدأ إن أنا أبويا اتوفى وكان أخويا الكبير متجوز، وأنا كنت لسه في الوقت ده في أولى جامعة، وأمي اترملت على أبويا بقالها أكتر من كام سنة. وكنت أنا وأمي عايشين في شقة تمليك شارينها في عمارة يعني باسم بابا الله يرحمه، وكنا عايشين أنا وأمي. لما أخويا اتجوز خد مراته وخد ابنه الصغير وسافروا بره. وقت ما أخويا سافر وكده أمي قالت له: أنت مسؤول عن جوازة أختك. كنت ساعتها في الوقت ده أبويا متوفي وسايبني في أولى جامعة. المهم أخويا سافر الكويت وربنا رزقه من وسع، وطبعا يعني كانت ماما محملاه مسؤولية ان هو اللي هيجهزني من الف للياء، لان بابا ما سابش الا معاش صغير يا دوبك كان معيشنا بالعافية، وفي نفس الوقت كنا واخدين شقة تمليك. وطبعا مسؤولية امي برضو ست خمسينية، يعني كام 40 سنة داخله على 50 سنة. يعني يا دوبك المعاش كان بيكفينا اكل وشرب وكهرباء ومية وكده يعني، ومصاريف علاج امي وتعليمي، ما كانش بيعمل حاجة. المهم الحمد لله لما خلصت تالتة جامعة جالي عريس مناسب جدا جدا، كان بيسافر بره وكان شغال محاسب في شركة في الإمارات، وغير كده كمان مكانش ليه إلا أخت واحدة، وكان أمه وأبوه على كده الحياة. المهم لما جيت أقدم لي أخويا وأمي وأخوالي وعمامي رحبوا بيه ولقوا إنسان كويس جدا ووافقوا بيه على طول. المهم اتخطبنا سنة، في السنة دي أخويا جهزني من الألف للياء أحسن جهاز. طبعا لما أنا اتخطبت واتجوزت واتنقلت بيت جوزي، بقت امي عايشه في شقه التمليك لوحدها بين 4 حيطان. طبعا لما اتجوزت انا بقت حماتي مش عايزاني اروح لامي، بدات بقى مشاكل بيت العيله، رغم ان انا كنت مقسومه في شقه لوحدي. كل ما كنت اروح لوالدتي اطمن عليها كانت حماتي تقول لي: هو انت كل شويه تروحي عند قرايبك، كل شويه تروحي عند امك، احنا ما عادش ورانا الا الجري من هنا لهنا فوق البيتك وفوق مصلحتنا. رغم ان انا كنت مختاره ان انا اعيش في اسم لوحدي وفي شقه لوحدي، عشان لما احب ان انا اروح ازور امي اطمن عليها، اعمل لها اكل، اساعدها في اي حاجه في البيت، او انسها، يمكن ابات معاها يوم كده في الاسبوع، او يوم حتى يوم خميس كده، وانا وجوزي حتى ممكن نروح عندها ونبات يوم ونروح. يعني كنت عايزه ادي لنفسي مساحه عشان خاطر اقدر اطمن على امي، لانها خلاص يعني بقت ست وحدانيه بين 4 حيطان وصاحبه تعب برضو كده. لكن حماتي كانت مزهقاني في عيشتي، ساعة ما تشوفني راحة لمامتي وكده تقول لي: انت رايحة فين، جاية منين، تشحن جوزي عليا، تقول لي: هو كل شوية تروح عند مامتها، كل شوية راحة جاية، ما هي انت متجوزة ولا متجوز امها؟ مادام ما كانت يعني خايفة على امها ما كانتش تجوزها، يعني كانت بتشحنه عليا، وكان دايما ينكد عليا: مش كل يوم تروحي، مش كل شوية تروحي. قلت له: خلاص ابقى اروح حتى خميس وجمعة، اخر النهار يوم الخميس اعمل لها شغلها واطمن عليها، ويوم الجمعة اجي. لا انا ما عنديش حد يبات بره. المهم كانت حماتي يعني معكننه عليا. كان لي اخت كان في الوقت ده مخلصه جامعه، يعني كانت تعتبر مقربالي في السن، كانت مدلعه قوي. حماتي كانت مدلعاها جدا، لدرجه ان كانت حماتي بتخليني اصحى من الساعه 8 الصبح انزل اعمل لها الفطار واعمل لها شغل البيت، وسايبه بنتها نايمه. كانت بنتها دي معاها كليه دعايه واعلام، وكانت ساعات بتنزل تعمل اعلانات وكده، يعني لمحلات، لعقار، لكده، يعني كانت بتعمل اعلانات لاي مشاريع شغلها. فكانت تقول لي: بنتي مش فاضيه، بنتي بتجري هنا وهنا وهنا، مش فاضيه، وبتعمل شغل مع شركات، وبنتي مش فاضيه. امان انت دورك ايه، انت اعملي لي شغلتي، انا ست كبيره وعايزه اللي يخدمني. فكانت دايما مخليه بنتها مرتاحه، وكانت هي اللي بتتقل عليا الشغل. ولو جيت رحت لمامتي بعد ما خلص لها كل حاجه كانت تعكن عليا وتخليني في نكد، وتشحن جوزها عليا يزعق لي عشان ما يخلينيش اروح.
يعني كانت حماتي مريحة بنتها على الآخر ومخلياني خدامة ليها ولبنتها. بس سبحان الله بعد ما اتجوزت ب3 شهور بقيت اروح ازور امي، لقيت امي مش اللي هي الام اللي كانت عايشة معايا كده وكانت لابسه اسود على طول دايما وكان باين عليها الكبر. لا، من ساعة ما انا اتجوزت وبعد كام شهر كده لما جيت ازورها لقيتها بتلبس عبيان حمرا وعبيان فوشي وبتعمل شعرها تسريحة معينة وبتحط مكياجات. ايه اللي جرالك يا ماما؟ هو انت ما كنتيش كده؟ انت ناسيه ان بابا ميت بقاله كام سنه؟ ده انت طول عمرك كنت بتلبسي اسود عشان خاطر بابا وكده وكنت لابسه توب الحزن. بقت تقول لي الحي ابقى من الميت، انت هتحزنيني على حالي ليه؟ مش ابوكي مات وارتاح وعارف مكانه؟ هو انت هتموتيني جنبه يا بنتي؟ انا مش ليا بقى حق ابص لنفسي واعيش حياتي واشوف سني وابسط روحي وابسط صحتي واعدل من حالي؟ انا مش خلاص جوزتك واخوك اتجوز؟ انا خلاص افضل نفسي واروق لنفسي كده، انتوا عايزين من حياتي ايه؟ فبدات اسلوبها يتغير. اروح لها على فجاه الاقيها متضايقه، انت جايه ليه؟ انت كان معايا نسخه مفتاح من باب من ايام ما كنت انا في الجامعه بتاع شقه بيت ماما وكده، فاحيانا كنت اروح افتح باب الشقه زي ما انا متعوده. قال امي في الصاله ساعه ما تشوفني داخله عليها كده مش تخبطي، مش تستاذني، مش تضربي الجرس، باي حق تفتحي بالمفتاح كده وتخشي عليا فجاه. هو في ايه يا ماما؟ هو انا غريبه؟ ده انا بنتك. قال لا بس برضه البيت له حرمات، برضه انت بتخبطي على الباب. ساعتها شكت في امرها، انت يا امي من يوم ما اتجوزت انت متغيره ليه كده؟ بتلبسي الوان وتحطي مكياج وتحطي تسريحه كل يوم شكل وشايفه نفسك على الاخر ودايما حاطه برفانات وكمان مش عايزين افتح بيت ابويا يعني الا باستئذان. هو انا غريبه؟ انا ممكن اخبط على الباب واضرب الجرس لما يكون جوزي معايا، لكن انا جايلك لوحدي. فايه اللي غير الدنيا؟ ايه اللي غير الاحوال؟ فساعتها شكيت في الامر. الكارثه الكبيره لما انا دخلت جوه اوضه نوم بتاعت امي كالعاده استفها، لقيت شريط اختبار حمل. والكارثه الكبيره ان كان في شرطتين، يعني الشريط ده اختبار حمل والشريط بيدل ان في حمل فعلا. طبعا امي كانت في الوقت ده عندها 45 سنه 46 سنه. طبعا امي متجوزه صغيره، امي متجوزه سن 17 سنه. كنت هتجنن. ازاي ان امي عندها شريط اختبار حمل؟ مفيش حد من غيري في الحياه وانا لسه ما حملتش، لسه عروسه. اخويا ومراته مسافرين ومعاهم بنت وولد في الكويت، يعني مش قاعد في مصر. شريط الاختبار الحمل ده كمان جديد. امي متجوزه ولا ماشيه غلط ولا في ايه؟ شكيت في الامر. المهم طلعت 3 في 3 قلت لها شريط الحمل ده بيعمل ايه هنا وايه اللي جابه في دولابك؟ في ايه؟ انا عايزه اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. انا بقالي فتره كده شاكه في امرك كده، بتلبسي الوان وتحطي مكياجات وبتعملي تسريحات وبرفانات شكله، ومش عايزه انا اخش البيت من غير استئذان ولازم اخبط عشان اخش بيت ابويا. في ايه اللي جاري؟ انت ايه اللي عاملاه بالظبط؟ شريط الاختبار الحمل ده في ايه؟ المهم قالت لي انت بتتهميني في شرفي ولا ايه؟ انت قد الكلام ده، احترمي نفسك. ولقيتها بايه بتعلي صوت عليا. انت عارفه انت تكلمي امك، ما ينفعش تقولي الكلام ده، امك شكل كده، امك تشبه لك الكلام ده، امك شايفاها ست مش مظبوطه. انت بتتهميني في شرفي، انت مش محترمه. يا خساره تربيتي فيكي وشيالتك في بطني 9 شهور. انا اللي ترملته عليكم ووقفت جنبكم، وانا اللي عملتكم، وانا اللي بنيتكم، وانا اللي كبرتكم. الاخر بتشتميني في شرفي. وقامت معيطه. ما انا عايزه يا ام افهم الشريط الاختبار الحمل ده في دولابك بيعمل ايه وجي منين؟ لقيتها قالت لي موضوع انا اخر واحده كنت اتوقعه. قلت لها في ايه؟ قالت لي فاكره من شهرين كده لما انت جيتي في يوم قلتي لي عمتي اخت جوزي اللي هي اخت جوزي بتروح تشتغل وبتطلع تشتغل كل يوم وبترجعش الا متاخر، وانا اللي شايله البيت وانا رايحه وجايه. وفي يوم قلت لي ده رايحه اسبوع شرم مع صحباتها وكده تبع شركه، ومش هتيجي الا بعد اسبوع، وحماتي مكلفاني ان انا اللي اخدمها واعمل لها ومنعاني ان انا اجيلك. قلت لها ايه حصل؟ قالت لي في الوقت ده ما كانتش طالعه مع صاحبتها، كانت طالعه مع زميلها في الشركه، هو معاه دعايه واعلام وبيشتغل معاه في نفس الشركه اللي يعني مع بعض. قلت لها وبعدين؟ قالت لي هو اتفق معاه ان هم يروحوا شرم سياحه وشغل ويعملوا هناك برضو دعايه واعلام في مشروع هناك. فراحوا خدوا شقة مع بعض، ووهمها ان هم هياخدوا شقة وكل واحد هينام في جنب كده لان هناك الايجارات غالية. وساعتها صاحب هي حكت لي كده ان صاحب العقار رفض ان هو يدخلهم من غير اسامي الجواز، راح كتب عليها عرفي.
المهم بتقول ان جات لي هنا منهاره ومعيطه وبتقول يا طنط انا في شده كبيره ومش عارفه اتكلم مع حد، لا عارفه اتكلم مع مرات اخويا ولا عارفه اتكلم مع امي، ولا خايفه اتكلم مع ابويا، وخايفه اتكلم مع اخويا، وخايفه اتكلم مع اهلي يقتلوني. في ايه يا بنتي؟ قالت لي انا بثق فيك يا طنط وعارفه ان انت هتبقي رحيمه بيا وهتصلحي لي اللي انا فيه وهتقفي جنبي. انا ما لقيتش حد احكي له، لقيت الدنيا كلها مقفله عليا، ما لقيتش حد ارتاح له في الكلام الا انت. طب احكي لي يا بنتي. قالت لي يا طنط من شهرين كده جالنا شغل ان احنا نعمل دعايه واعلان في شرم لمده اسبوع، والشركه كانت مطلعانا. قلت لها وبعدين؟ قالت لي رحنا خدنا شقه. كنت انا بصراحه انا وزميل ليا كان معجب بيا طول ما انا معاه في الشركه، قعدنا سنه عارفين بعض وكنا بنحب بعض وكده، واتفقنا ان احنا هنروح ناخد شقه شراكه بالايجار لان هناك الايجارات غاليه، وكل واحد هيبقى له اوضه بتاعته خاصه بيه ومش هنختلط ببعض ولا حاجه. لكن اللي حصل ان احنا لما جينا نأجر الراجل قال لازم يكون لكم عقد وثيقه عقد جواز، ما ينفعش ان انا اجر لكم شقه وانتوا الاتنين معكوش اسامي الجواز. المهم في الوقت ده اقترح عليا ان احنا نتجوز عرفي، ما كنتش عارفه ان هو بيخطط عشان يضيعني ويضيع مستقبلي. المهم قلت لها وبعدين؟ قالت لي المشكله ان هو قال نكتب عرفي، وقال لهم ان انا معايا عقد ورقه الجوازه اهيت وببطاقتنا بكل حاجه، وفعلا هناك مشينا الموضوع واجرنا شقه انا وهو. بعد كده بدا يقول انا بحبك وانت مراتي وكده كده انا هتقدم لك وكده كده انا هتجوزك، وضحك عليا لغايه ما الشيطان لعب دوره واختلى بيا وحصل اللي حصل. المهم قعدنا مع بعض اسبوع، ولما جيت انزل البلد عشان اروح بيتنا بقى بعد ما خلصنا موضوع الدعايه والاعلام اللي هناك، وكان فعلا شغل يعني كنا بنشتغل برضو، قام سارق ورقتين العرفي وقام مقطعهم. جيت ادور على الورقه بتاعتي اللي كانت في الدولاب ما لقيتهاش. قال انا خدت الورقتين وقطعتهم. طب ليه بتعمل كده؟ قال انا مش هتجوز واحده مشيت معاها وسلمتني نفسها وضحك عليا يا طنط، ولما نزلت وقعدت شهر لقيت نفسي تعبانه، رحت اكشف بطنه، الدكتوره قالت احتمال يكون في حمل او كده، انت متجوزه اكيد جديد ولا كده. رحت جبت اختبار حمل من الصيدليه، خفت اقول لها ان انا متجوزه او مش متجوزه امري يتكشف. جبت اختبار حمل عملته لقيت نفسي حامل، والحمل ثابت يعني، وانا دلوقتي داخله على الشهر التاني ومش عارفه اعمل ايه. رحت كلمت يا طنط قلت له ان انا حامل وان انا في ورطه وتعالى صلح خلطتك. قال لي انا ما اتجوزش واحده سلمت نفسها ليا ورخصت بنفسها ليا، انا ما اتجوزش واحده قبلت ان هي تفرط في شرفها. طبعا انا كنت هعمل ايه؟ طبعا انا لما سمعت الكلام من امي دماغي لفت، ازاي ان اخت جوزي اللي امها مدللاها ومدلعاها. وفعلا انا بقيت اقول لحماتي ما ينفعش بنتك تروح شرم اسبوع لوحدها، ما ينفعش بنتك تتاخر بره، ما ينفعش بنتك تشتغل في مكان ما تعرفوش مصدره ايه، بنتك مدلعه قوي بتلبس براحتها بتخرج براحتها بترجع متاخر ليه، كلام من ده. بقت تقول لي مالكيش دعوه بيها، ده شغلها ودي حياتها وانت هتعرفيني اعمل مع بنتي ايه. وبقت حماتي تحاربني لما بقيت اقول لها ما ينفعش بنتك يعني تطلع وتخرج كده براحتها، الناس برضو كلام الناس ودي بنتي يتخاف عليها. كانت حماتي بترفض. لما سمعت امي كمان بتقول لي المشكله دي بقت دماغي تلف مني، يعني اخت جوزي متورطه وحمل وجايه لامي تستنجد بيها، طب وانت عملت ايه يا ماما معاها؟ قالت انا كلمت الشخص نفسه، وطبعا يا بنتي هي جت اوعي تقولي لها ان انا قلت لك، لانها معاهداني ومعداني ان انا يعني محلفاني ان انا ما اجيبش سيره لحد، وانا وعدتها ان الموضوع ده ما يطلعش برايا انا وهي، يعني يبقى سر بينا. انا كلمت الشخص وقلت له زي ما انت غلطت معاها تصلح غلطتها، بدل ما اروح ارفع عليك قضيه واعمل يعني انساب للطفل اللي هيجي ده، وهعمل تحليل DNA وادخلك في محاكم واخليك تتجوزها غصب عنك. طبعا هو كان رافض جدا ويقول لا انا مش هتجوز واحده شمال، واحده مش تمام، واحده اخلاقها مش كويسه. المهم قلت له هتتجوزها وهتكتب كتابك عليها وتيجي تتقدم لها زي اي عريس رسمي، وتقول انا جاهز قدامي كام شهر واحد بس واتجوز وانا معاك للاخر. قال انا اتجوزها ازاي انا معيش فلوس؟ انا يا بنتي قلت له هساعدك. فبقول لها ليه يا ماما انت مالك بالموضوع ده تساعدي ليه؟ قامت قايله عشان استر عليها، هي اترمت في حضني ورمت همها معايا، وانا دي عرض بنت وانا عايزه اقف جنبها عشان استر عليها وتتجوز وكده. فقلت لها وانت هتساعدها منين اذا كان اخويا شال جوازتي؟ قالت لي حته الذهب اللي كان ابوك جايبها لي وكنت عيناها من يعني ذكرى منه هبيعها وهديله المبلغ ده عشان يجيب لها شبكه رمزيه ويجيب اوضه نوم وسفره ولا اوضه نوم وانتريه، اي حاجه يدخل عليها ويأجر شقه. اعمل ايه؟ انا قلت له اتفقت معاه كمان ان يتجوزها شهر ولا 2 ولا 3 ويسيبها.
لان هو رافض ان هو يتجوزها. فالمهم قلت لها كمان هتضحي لها دمها عامله فيا ومبهدلاني ومخلياني مش عارفه اجيلك ومخلياني خدامه ليها ولمامتها، وكمان في الاخر بتساعد حماتي وبنتها اللي هم يعني مكرهيني في عيشتي. قلت لها لقيت ماما بترد عليا بتقول لي بصوابه يا بنتي يعني سيبها تتفضح، ما هتبقى في وشك برضه، ما هي تبقى اخت جوزك وهتبقى عمة ولادك في المستقبل. انا بصلح الموضوع لوجه الله. وفعلا امي لقيتها مرتبه مع الشخص ده، ما فيش 3-4 ايام طبعا انا روحت ولكن اعرف حاجه وما قلتش لاخت جوزي حاجه، ولكن امي حكت لي. وطبعا انا اتاسفت لامي ان انا كنت سيئه الظن فيها، وان امي ست محترمه ونظيفه وشريفه وعفيفه وكده. وقلت لها حقك عليا يا ماما، فعلا لازم الواحد يحسن الظن، انا سامحيني على سوء الظن ده. والحمد لله عرفت ان امي ست كويسه وان انا كنت غلطانه لما شكيت في امي وكده. وروحت بيتي كالعاده، لقيت حماتي بتقول لي انت طول النهار قاعده عند امك برضو جايه تشكيني. قلت لها سيبيني في حالي، انا مش كل ما اروح عند امي واجي رايقه من عندها تعكنين عليا. وطلعت شقتي فوق، ولقيت بعد 3 ايام فعلا العريس ده جاي يتقدم ومتفق على كل حاجه، وان هو بعد كام شهر بس هيتجوز وكده. وساعتها حماتي قالت له هو في يا ابني خطوبه وجواز في شهر واحد؟ قال لها انا جاهز من كله وانا مستعد لكل حاجه. طبعا حماتي قالت له ازاي يعني؟ قال لها يعني ايه اللي تقدروا عليها هاتوه، واللي ما تقدروش عليه ما تجيبوهوش. انا مش برغبكم على حاجه او بغصبكم على حاجه، انا عايزه اتجوز في خلال شهر وانا عارفها وهي كانت زميلتي في الجامعه وزميلتي في الشغل وانا بحبها ومرتبط بيها وعايزه اتجوز يعني في اقرب وقت. طبعا حماتي كانت رافضه جدا المبدأ، هي وجوزي وابوه وحماية. احنا ما بنحبش جواز الصلق بيض ده، شهر ايه اللي هنتجوزه مش نسأل عنك وتسأل عننا. وطبعا كانوا متقنعرين ومتكبرين بقى ان بنتهم شد ظهرهم. المهم حماتي قامت قايله لا احنا مش الجواز بعد سنة. طبعا البنت امرها يتفتش وكده. فالمهم في الوقت ده انا اتدخلت وقلت لهم لا هي ما ايه يعني ما دام هو جاهز وهي جاهزه خلاص. قال لي ومين قال لك ان احنا جاهزين؟ هو احنا هنجهز في 30 يوم؟ هو ده يعقل يعني؟ لسه قدامنا وقت، عاجبك تستنى سنه مش عاجبك بالسلامه. المهم في الوقت ده الولد ما صدق، قال بالسلامه براحتكم، انا جيت عملت اللي عليا مش فارق معايا. لكن امي اتدخلت في الموضوع وقالت انتوا ليه رفضتوا العريس؟ انا شايفه ان هو انسان كويس ومناسب. وطبعا البنت راحت لامي وقالت لها اضغط عليهم يا طنط من ناحيتك وكلام من ده، رغم ان امي ملهاش كلام مع حماتي ولا حماية، بس حاولت تتدخل. المهم حماتي ذكيه جدا شكت في الامر، ايه اللي دخل الموضوع الجواز المستعجل ده وفي خلال شهر يبقى في المهم مسكت بنتها وقعدت تقررها وقالت لها الولد في حاجه انا مش مرتاحه للموضوع ده، لغايه ما البنت اتقررت جامد وقامت قايله لها ان حصل بيني وبينه 1 2 3. واللي واقف جنبي طنط حمات اخويا هي اللي وقفت جنبي وهي اللي كلمته. تعرف ان حمات اخويا بتبيع ذهب عشان تسترني وتجوزني عشان الفضيحه ما تبانش يا ماما وكده. ساعتها حماتي لقيتها جايه لي كده تقول لي انتوا اللي بتستروا على بنتي وانتوا اللي واقفين جنبها، وبقيت تبص في راسي وامك ست محترمه وانا والله لو عشت العمر كله خدامه ليها مش هوفي اللي هي عملته مع بنتي. وطبعا حماتي انهارت على بنتها بالضرب وبهدلتها جدا، وفي الاخر استسلمت للامر وكلمت حماتي ان هو يكلمها تكلم الولد يعني بدل ما يترموا عليه كانهم ما يعرفوش حاجه، عشان يعرفوا يكملوا الموضوع ويعرفوا يكتبوا قايمه حتى على الاقل. المهم كلمت الولد وقالت له تعالى انا مشيت لك الموضوع. وفعلا جه تاني حماتي اتفقت ان هم يتجوزوا بعد شهر، وفعلا بعد شهر كان كل حاجه اتجهزت. بس حماتي طبعا قالت لها انت مش ملزومه ان انت يعني تجهزي بنتنا او تبيعي من ذهبك، احنا نقف جنب بنتنا واحنا اللي نشيل مشكلتها وكده. وفعلا الولد يعني جه خطبها وقرا فاتحه وكتب كتاب. وطبعا امي فضلت واقفه جنبهم يعني لغايه ما كتفت الواد بقايمه كويسه، عشان خاطر بقى هي كانت قايله له ان انت تكتب قايمه وبعد كده هنقطعها، لكن هي قالت له اكتب قايمه كويسه ودي مراتك ومش عارف ايه وكل اتدخل. المهم ان احنا كتفناه بقايمه وبعد كده اتجوزها جواز رسمي خالص، خد شقه واشترى عفش وبمساعده اهلها، يعني طبعا اهلها اللي جهزوها من كل حاجه. والمهم البنت فعلا اتجوزت، وبعد ما اتجوزت طبعا بدا الحمل يبان عليها
لغايه، وفضلت قافله على نفسها لغايه ما ولدت، وبقت تقول لهم انا والده عيل ابن 7 للناس والقرايب جوزها لانهم ما كانوش يعرفوا حاجه. بقت تقول انا والده ابن 7 ونازل ناقص وكده، عشان خاطر الموضوع يبقى راكب مع الشهرين اللي هم كانت حامل فيهم دول، لغايه ما ولدت. وبعد كده هو جه يطلقها طبعا. قال لها خلاص انا كل واحد يروح لحاله، زي ما احنا دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، لان طبعا طول فتره ال7 شهور ده كان متجنبها، ما بيكلمهاش، مش طايقها. هي يعني يعتبر اهلها اللي كانوا بيساعدوها كمان في المصاريف في المعيشه. كانت لو قدرت تشتغل، ما قدرتش تشتغل ما كانتش بتنزل. كانت ساعات لما تحس ان الحمل هيبدا يبان عليها كانت تحبس نفسها. فعلا قعدت معاه 7 شهور في ذله، ربنا يكفيك شرها. عشان كده كل بنت تحافظ على شرفها وكرامتها، الشرف غالي على الواحده، ما تستهانش بنفسها، ما تصدقش وعود، ما تختلاش مع واحد غريب مش جوزها في مكان مغلق. طبعا دي غلطتها وكانت لازم تدفع الثمن. المهم هي فضلت مسيسه لغايه ما ولدت، جابت ولد وثبتته باسمها وباسمه وسجلته كده. وبعد كده فعلا طلقها ورجعت بيت ابوها طبعا، وباعت حاجتها وفضلت عايشه في بيت ابوها، تشتغل برضه عادي. بس طبعا كانت معايا كويسه جدا، كانت بتساعدني في شغل البيت، كانت حماتي شايله جميله امي على راسها ان هي وقفت جنبنا. الدنيا اتغيرت والدنيا بقت معايا، بقوا محتارين يعملوا لي ايه. انا وامي بقوا فاتحين لقلوبهم كده وبقوا مرحمين بيا بعد ما كانوا بيعكنوا عليا. وطبعا كان جوزي عرف الموضوع كله وحماية، بقى يقولوا ان دي بنت اصول وامها بنت اصول، اللي لما تعرضنا ولما تشرفنا ما حبتش حد يشمت فينا ولا حد يمسك عرضنا، وبقت يعني واقفه في ظهرنا. طبعا انا بقيت محبوبه، لكن انا بقى صعبان عليا ان البنت اللي اخت جوزي برضو مهما كان ان هي وقعت في محنه مش كويسه، وان هي اتغدر بيها، وان هي برضو استسلمت للشيطان وجابت عيل ما ذنبوش اي حاجه، محروم من ابوه، لان طبعا لا بيصرف عليه ولا بيسال عليه ولا اي حاجه. وفي نفس الوقت طبعا يعني عايشه مكسوره. انا برضو ما كنتش حابه ان الحاجه دي، على قد ما هم كانوا اذيني نفسيا ومبهدليني وعاملين لي مشاكل مع جوزي وكانوا مانعيني من امي، بس على قد ان انا ما كنتش اتمنى ليها ان هي يعني توصل للحد اللي هي وصلت له ده. عشان كده بننصح اي بنت خايفه على نفسك، ما تثقيش في حد، ما تروحيش مع شاب غريب في اي مكان مغلق، ما حدش يقولك هتجوزك وانت تبقي مراتي ونعمل اللي احنا عايزينه حتى لو بورق عرفي. ورق عرفي يا جماعه مش جواز رسمي، يعتبر زيه زي الخطيئه بالظبط، مش معترف بيه لا دينيا ولا قانونيا. اللي عايزك هيخبط على بابك ويشتركي بالحلال. زي ما انت شفت صاحبه المشكله هي اتورطت وراحت معاه وجوزها عرف وقطع الورق، حتى العرف ده ممكن يتقطع الورق في 5 دقايق طبعا، وسابها. وكمان غير كده كمان جرحها، قال لها انت لا تؤتمني على حياتي، وانت واحده سلمت نفسك ازاي ان انت تبقي مراتي. يعني طال اللي هو عايزه، وبعد كده بقى يجرحها ويحسسها ان هي رخيصه. فعشان كده نحافظ على شرفنا ونحافظ على كرامتنا. اللي عايزنا هيخبط على بابنا بالحلال، اللي عايز الحلال هيقرب منه، الحرام عمر ما بيدوم. الشرف غالي، واللي تحافظ على شرفها بتفضل طول عمرها تاج على راس اهلها، وتبقى دايما واجهه وتبقى لها كرامه وقيمه. دايما الغالي بيتشرب الغالي، والرخيص بيترمى في زي ما انتوا فاهمين، الرخيص ملهوش تمن. فعشان كده يا ريت نكون اتعلمنا من صاحبه المشكله، ونخاف على شرفنا وعلى سمعتنا، ونمشي بما يرضي الله عشان ربنا يكفينا شر ولاد الحرام. طبعا دي كانت حكايتنا النهارده، يا ريت تكون فيها عظه وعبره للجميع. ما تنسناش فضلا وليس امرا من دعمكم لينا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واختيار الكل عشان يوصل لكم مننا كل اشعار فيديو جديد. وبكده مشكلتنا خلصت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.